لان هي دي النقطة المحورية في الشغلانة او في الموهبة. الموهبة اللي هي ملهاش علاقة كمان بموهبة الرسم، اللي هي موهبة الإدارة، موهبة واحد زي بيل جيتس أو ستيف جوبز أو إيلون ماسك. هي الإلهام بيجيبه منين؟ إن هو يعمل ويندوز ولا يعمل أبل ولا يعمل تسلا. مع عمرو حلمي، وموضوع جدلي عن هل الإنسان مسير ولا مخير؟ هل الإنسان مسير ومخير؟ هل الإنسان طول الوقت مسير ولا هو طول الوقت مخير؟ ولا زي ما بيقول الإنسان جاي ينفذ سيناريو مكتوب اوريدي على الأرض؟ تعالوا نشوف. أنا وأنت اتكلمنا على موضوع التخيير والتسيير. أنت عندك وجهة نظر جميلة جدا، وهي إن إحنا جايين ننفذ سيناريو اوريدي موجود ومكتوب، وبتقول إن فكرة التخيير مش موجودة، صح كده؟ إحنا بننفذ حاجة اوريدي كتبت. أنا بقول لك إن فكرة التخيير موجودة. اختلافنا طلع حاجة حلوة قوي، فاحنا هنكملها لايف مع الناس. انا كانت وجهة نظري ان لو انا النهاردة كتب علي ان انا ابقى حرام، انا ذنبي ايه؟ خلاص انا جاي بنفذ حاجة كتبت لي، فانتوا كمجتمع بقى ما تزعلونيش مني، ما حدش يلومني. وليه تدخلني في النهاية نار؟ ما انت كتبت علي ان انا اقتل، ما انت كتبت علي ان انا افسد. طيب وليه فكرة الحساب؟ طب ما انت اللي كاتب علينا كل واحد يبقى ايه، كمان هتحاسبنا. ده اللوجيك بتاعي. معلش اتفضل رد عليه. هرد. أكيد إن ربنا لما خلق الكون وعمل القصة بتاعت الحياة وقصة البني آدم والكون، عملها من البداية والنهاية قصة محبوكة بتفاصيل. احنا نرى القدر بالمفهوم البسيط، انه ان مثلا الحملة الفرنسية قدر، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نزوله قدر، انه الشيطان ان هو لا يسجد لآدم قدر، ان يوم القيامة انا مش قدر. شايف ان هو قدر طبعا. دور الشيطان مهم جدا في الكتابة. ليه؟ لأنك أنت أساس الدراما بروتاجونست وأنتاجونست. البروتاجونست هو البطل بيتوزن بأنتاجونست. الكاتب الشاطر لازم يكتب دور لازم يكتب دور الشرير بطريقة حلوة. يعني الراجل اللي هو بيمثل الشر او الضد لازم يكون يعني ما تحترم الشرير، تحبه. يعني ليه مش تحبه كحب بس؟ انت ان هو راجل هيدمر العالم، هيكسر الدنيا، هيعمل والى اخره. فالشيطان هنا دوره محوري، طول اساسي في الصراع ما بين الخير والشر في هذا العالم. وتيجي انت تقول لي كان له اختيار ان هو يبقى طيب ولطيف ويسجد لآدم، وتوتة التوتة فرغة الحدودة، قفل يا عم وخلص وطلع يوم القيامة واكتب النهاية. في كل الأشياء دي بالنسبة لي قدرية. تعالى برضو أقول لك على إيه اللي أنا بستفاده من الفكرة دي في الديزاين. لما ابتديت أقتنع تماما بالنظرية القدرية، وإن كل شيء مكتوب وكل شيء محتوم، ابتديت أفهم الموهبة اللي عندي دي إنها مش موهبتي، ده دور، وأنا مسلح بمجموعة إيحاءات وإلهامات. فأنا أذن تسمع إلهامات وإيحاءات، وأقول لك ارسم دي بالطريقة دي، ركب دي مع ده، حط ده
في المكان ده على ده. وانا بسمع الحكايه دي، لما انا ابتديت اقتنع بالنظريه القدريه ابتديت اهتم جدا بما اسمع، وان اي فكره بتجيلي بحط لها the utmost attention، لانه لا دي جايه من فوق. مش يجيلك فكره لا معقوله اخليها احمر، لا 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 لا، تبقى احمر، دي جايه لي ومن فوق وبتقول لي اعمل كده. فانا بقيت سميع بقى وملتزم بالسماع بالايحاءات وبالالهامات، باخدها ماخذ جديه وبالعلامات، لان انا رايح في سكه تانية وبعدين ابص الاقي واحد بيديني حل المشكله انا عمال افكر فيها بقالي اسبوع، وبيديني علامه كده، ارهاصه كده، حاجه كده، ابص الاقي نفسي ايه، الراجل مديني الحل، ربنا بعت لي الحل اهو، يعني نفذ بقى. بص، قدر، ربنا سبحانه قدر وتعالى مش مكتوب. كل مكتوب هو مقدر عليك، في مقدر ليك بسبب علم ربنا المسبق، ان عارف ان انت مع الفري ويل بتاعتك هتختار كذا، فكتبوا في امهات الكتاب بعلم مسبق مش عليك. عليك يعني هينفذ زي المرض وزي الحاجات دي، كتبوا ليك بعلم المسبق عشان شافك زي ما انت قلت ان هو بالنسبه له المستقبل بتاعنا ماضي، فهو شاف وانت عندك الفري ويل انت هتعمل ايه فكتب، وادى الاوبشن بتاع تغيير امهات الكتاب. فاذا الشيطان لما رفض يسجد لادم وحصل التشالنج بينه وبين ربنا، طب ما لو هو قدر ان الشيطان يعمل كده يبقى اذا الحدوته مبنيه عبث، ولكن هو عنده الفري ويل وقرر ان هو يعصي ربنا وامر ربنا فلعن، وحصلت التشالنج وقال له طب انا بقى هغويهم وانا وقال له اوكي ولكن ملكش عليهم سلطان. انا م- مهتم جدا بنظريه الاستحضار، والاستحضار ده بيجي بالفوكس، وبفهم كلمه انما الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى بطريقه مختلفه تماما عن ان انا كان نفسي احج وربنا كتبها لك ونيتك مش عارفه ايه. انا بفهمها بطريقه تانية، انه عشان بحب الفيزيكس قوي والبرسبشن والفلسفه، هي اللي بتكون تفكيري. فال ال 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 يمكن انا اللي استحضرتك، نيتي استحضرتك، واستحضرت الوقت والمناخ والرياليتي دي كلها استحضار مني، يعني سيناريو محطوط في مخي ان تمنيته وربنا قال لي طب جود بوي، ما دام انت فوكس كده وانت جود بوي كده، اجيب لك بقى خالد واجيب لك المكان واجيب لك. هي دي بقى الكومبلكستي بتاعت السيناريو الرهيب العلوي. الاستاذ خالد الحقيقه اصطادني في حته فلسفيه انا مؤمن بيها جامد جدا، والحقيقه قفل عليا الباب. انا اتعلمت حاجات كتير جدا. لا 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 لا، انت اتعلمت ازاي الاحتراف في المهنه بتاعتك، يعني وريتني حاجه جديده يعني. فاشكرك جدا، ميرسي لوقتك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.